اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على النبي يا جماعة. النهاردة عملنا أحلى كوكيز في الدنيا. تعالوا نشوف المقادير بتاعتنا. مقاديرنا سهلة وبسيطة بالزيت وبس. هتحطي معلقة، عندك معلقة زبدة تحطي، ما عندكيش خلاص. أول حاجة أنا عندي كوبايتين من الدقيق نخلتهم زي ما انتم شايفين كده، وهنستخدم الكوباية كلها تبقى كوباية واحدة، ونص كوباية زيت على معلقة من الزبدة أو السمنة، وبيضاية، وكمان هحط نص كوبايه سكر بودره. تمام. وهحط نص معلقه صغيره من البيكربوناتو او كربونات الصوديوم. تمام. تعالوا بقى نشوف الاول هنعمل ايه. المقادير سهله وبسيطه وعندنا. وطبعا انا جبت ب 10 جنيه الشوكليت شيبس. تعالوا نشوف الاول. اول حاجه انا حطيت الزيت والسمنه زي ما انتم شايفين كده مع السكر، وبنقلبهم تقليبه حلوه قوي. لو انت عندك سكر حبيبات هتحطي، بس طبعا هياخد وقت معاكي. طبعا طول ما بيبقى مطحون، انا طحنته في قلب في قلب الكبه عندي على طول، ما بياخدش وقت. نفضل نقلب بقى السكر مع السمنه، وبعد كده ننزل البيضايه ونحط الفانيليا. ايه السهوله دي بقى؟ اهو بيضه واحده، مفيهاش تكلفه ولا اي حاجه. وعملنا كمان صاج كبير، يعني ما شاء الله الكوبايتين عملوا لنا صاج صينيه كبيره حلوه، وتكفي كمان لو انت في عندك عزومه ولا حاجه تحطيها تبقى شكلها حلو. طب لو ولادك عايزين يروحوا المدرسه بتبقى حلوه جدا جدا. دي نص معلقه صغيره بيكنج باودر، بيكنج صودا، مش باودر، بيكنج صودا اللي هي كربونات الصوديوم يا جماعه. تمام. عملنا بقى وحطينا الدقيق. طبعا انا عارفه الكميه وعارفه المقادير، فعشان كده عملتها والمقادير مظبوطه. يبقى كوبايتين دقيق معاهم نص كوبايه سكر بودره، معاهم نص كوبايه زيت او سمنه، او انت مش عايزه تحطي سمنه خالص وتعمليه بالزيت هيبقى حلو. ما بحطش لبن ولا اي حاجه خالص يا جماعه. اهو زي ما انتم شايفين العجن قدامكم. بعد كده نقصت نص الكميه، خدتها عشان ان انا اعمل فيها اللي احط معلقه كبيره من كاكاو اللي هو الخام الاسباني. اي كاكاو خام عندك تحطي معلقه منها. تمام. نشوف ونجرب اهي. ما شققتش ما شاء الله كده 100 بقول لكم 100. اوعي تنسي اللايك. كده عملنا طبعا العجينتين، واحده بيضه وواحده بالشوكولاته. تعالوا يلا نشوف. نكور، وبعد كده نحط الكوره اللي احنا نكورها دي في الشوكليت على طول اهي. شايفين؟ انا جبتها قدامكم عشان تشوفوها. وبعد كده بتضغطي ضغطه بسيطه كده على على الشوكليت عشان خاطر ما يقعش. نفضل نكور في الكوكيز بتاعنا. هيطلع معاكي روعه يا جماعه، روعه روعه روعه. جربيه ولا تحتاجي اي حاجه تاني. كل اللي انت بتجيبيه بس اللي هو الشوكليت، هو ده اللي انت بتجيبيه. شايفين؟ نكور ونفضل نحط ونرص في الصينيه، والصينيه نكون دهنينها دهنة زيت، ونولع الفرن ونخلي الفرن بتاعنا شغال، بحيث ان احنا اول ما نخلص الصينيه ندخلها على طول. شايفين ما شاء الله اهيت. ونخلص الكميه يا جماعه. الكميه ما فيهاش اي حاجه، كوبايتين ما شاء الله ملوا لي الصينيه دي كبيره. الصينيه دي كبيره، فملوها تملالك سرفيس. تعملي بقى جزء بالشوكولاته وتعملي جزء بالفانيليا زي ما انا عملت كده. جميله. ال10 كمان يا جماعه، ال10 جنيه دي اللي هو الشوكليت فاض منه كمان، يعني ما شاء الله. عايزه تضاعفي بقى الكميه هتضاعفي نفس الحاجه. انا هكتب لك المواصفات دي كلها، هكتب لك الوصفات كلها في صندوق الوصف، بحيث ان لو انت عايزه تضاعفيها هيبقى 4 كوبايات، هيبقى بيضتين، هيبقى كوبايه سكر، هيبقى كوبايه سمنه او زيت او سمنه على زيت، اي حاجه. وهتبقى معلقه ممسوحه من الكربوناتو اللي بنستخدمها في الطعميه، مش البيكنج باودر، الكربوناتو. تمام. كده انا هخلص بقى خلصت كده الكميه دي كلها. تعالوا بقى نشوف بعد ما خلصناها ودخلناها الفرن بقى التسويه عامله ازاي. ايه الجمال ده يا جماعه في التسويه والشكل واللون. يعني اول ما تاخد لون معاكي لون ذهبي من تحت،
بتدفي وتشغلي ايه شويه الشوايه لمده دقيقتين بالظبط عشان يديكي اللون اللي انت هتبقي عايزاه. انا كده خلصت الكميه زي ما وريتكم. تعالوا بقى ندخل الفرن ونشوف بعد ما خرجت هتبقى عامله ازاي. ما تنسيش لو عجبك الفيديو ما تنسيش السبسكرايب ليوميات مطبخ الياسمين، واهم حاجه رايك وتعليقاتك في الفيديو الجميل بتاعنا ده البسيط السهل. شايفين؟ بصوا اللون يا جماعه، شايفين اللون والجمال والايه والشكل عامل ازاي؟ روعه روعه روعه، هتعجبكم جدا. عايزاكم تجربوها وتقولوا لي رايكم في التعليقات، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مع احلى متابعين في الدنيا. الله الله الله، ايه الجمال ده؟ اتفضلوا معايا.